الله يعطيهم العافية. نتيجة احنا زعلانين، لكن لا والله ممتازين، لا الله يعطيهم العافية، الله بدعوا. ناخذ آراء الجماهير ونشوف الناس اليوم. يعني الناس زعلانة، لكن نفس الوقت مبسوطين من المستوى اللي قدموه النشامة. خلينا نشوف آراء الجماهير. هارد لك حبيبي، حياك الله. شو بتقول للنشامة؟ للصراحة النشامة أدوا مباراة كثير ممتازة، بطولة كانت ترفع الراس. كسبنا جيل ما شاء الله، وإن شاء الله بنعوضها في كأس العالم. صراحة يعني الشباب أبدعوا، الله يعطيهم العافية يا رب، بس اثنين اللي ضيعوها علينا علوان ومرضي. السلام عليكم. يلا تعال. أول شيء والله عملوا كل اللي عليهم، ما قصروا، إن شاء الله خيرها بغيرها. صراحة المنتخب أدى أداء يعني جدا جدا بيرفع الراس. الخطأ إنه ما كان مركز لما شاتوها المغربي، لما شاتها ما كان مركز أبو ليلى، بس بدعوا النشامة صراحة، بنستحق أكتر من هيك. بالنسبة لي مباراة كثير حلوة، بدعنا فيها، بس يعني كان لازم شدينا حالنا شوي. وأكثر واحد بالنسبة لي لعب كويس هو أبو ليلى، ما شاء الله عليه. صد كثير شوطات، لكن أول مباراة انصاب وإجا عليه جول، بعدين بعديها أبدع ما شاء الله عليه. تعرف هذا احنا مزبوط اليوم خسرنا، بس خساره مشرفه إلنا. يعني احنا بنجاري فريق مغربي باعتبار فريق اوروبي، ومبروك للمغاربه. احنا والمغاربه اخوان، ما في اي شيء، واحنا كنا عرب. شايف يا سيدي العزيز، احنا تخطينا مراحل كثير، السعوديه والكويت ومصر، والحمد لله كل شيء، وبعدين هاي كتبه من الله. الحمد لله احنا دائما على النهائي ما إلناش حظ، والحمد لله لازم احنا فزنا اليوم، بس كل شيء بيد الله. جول ابو طه اللي سجل الجول الثالث حرام ينلغى، ايده كانت ملزقه في جسمه، مش هاند صراحه، حرام، كان يرجع الفار. لازم جول هاي بهاي اللحظات، بخص باخر الدقائق او بدايه الشوط الثاني الاول اضافي، حرام. شو رايك باداء النشامه؟ والله انهم اساطير، شيء بيرفع الراس. بوجه رساله للاعبين المنتخب بدون استثناء اي لاعب، انتم قدمتوا اللي عليكم وما قصرتوا في البطوله ابدا، يعني كل اللي قدرتوا عليه طلعتوه. خاصه هاي المباراه لعبتوا اكثر من 140 دقيقه، وكان واضح التعب باخر دقائق عليكم، وبحب اوجه لكم رساله، انتم ما قصرتوا، وان شاء الله بنستناكم في كاس العالم. والله انهم فريق صلاة النبي ما شاء الله عليه، بس هاردك للنشامة والف مبروك المغرب. إذا أعجبكم الفيديو ننتظر مشاركتكم بلايك، شير وكومنت.